هو انا لو وقفت مونجارو او جوفي هرجع اتخن تاني؟ اكتر سؤال بيتسأله دلوقتي في العياده يا دكتور لما حد يجي هيبدا معايا مونجارو او جوفي، لو انا خدت الحقن دي حقن بديل التكميم سواء بقى المونجارو او الجوفي وخسيت ووصلت الوزن اللي انا عايزه ووقفتها هرجع اتخن تاني؟ لا طبعا، عشان الحقن ديت مش مجرد بس حاجه بتخسس، لا هي بتعالج اصلا الخلل الهرموني اللي موجود في جسمي ما بين هرمونات الانسولين، السكر الدم، هرمونات الجوع، هرمونات الشبع، هرمون الكورتيزول، فبتصلح لي الخلل الهرموني وتفضل لي الاشتباك والخناقه اللي جوه جسمي ديت هي اللي بتوصلني اصلا ان انا ارجع اتخن تاني. زائد ان انا لازم ابقى فاهم ان انا باخد الحقن دي او اي وسيله بتساعدني بقى ان انا اخس، اللي هي وسيله اللي انا في الفتره اللي انا باخدها بعمل لايف ستايل موديفيكيشن، بصلح فيه نمط حياتي، فالحقن ديت بتساعدني ان انا اوصل للحته دي، ان انا اكتسب عادات جديده. ما ينفعش اتعامل مع الدايت اللي هو فتره مؤقته، سواء بقى خدت الحقن دي شهر شهرين خدتها سنه، هيجي وقت عليا اوقفها. لو انا ما قدرتش وانا باخد الحقن او انا بعمل نظام دايت وبتابع مع الدكتور ان انا اغير سلوكي الغذائي واكتسب عادات جديده هكمل بيها بعد كده في حياتي، هرجع اتخن تاني. لكن الحقن ديت هي بتعالج لي، فبتساعدني قوي اللي انا بعد ما بخلص، ولو انا قدرت اعمل اللي انا بقوله ده، اللي انا اعمل لايف ستايل موديفيكيشن، عمري ما هرجع اتخن تاني.